نظام الاكل، لان احنا عندنا الجرعات هي جرعات محسوبه بطريقه علميه ملهاش علاقه بحضرتك بتاكل ايه وازاي، يمشي جنبها جنبا الى جنب ان حضرتك تاكل بعادات غذائيه سليمه. طيب ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نقلق منها والمفروض ما ناخدهاش باستسهال؟ الا وهي طبعا في مرحله العيد زي ما حضراتكم عارفين، وربنا يبارك في حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، الاكثار من اللحمه ويليها طبعا هيبقى المشروبات الغازيه، وممكن برضو بعض الفاكهه، وممكن بعض الحلويات. فالامر دوت بيسبب لبعض الناس اعراض في منطقه اعلى البطن او منتصف الصدر، فيقول لك ده انا عندي ضيقه في النفس، مش قادر اخد نفسي، تقل في صدري، فيسلم بسهوله جدا ويقول لك اصل ده بسبب ان انا اكلت كتير. لو سمحت، لو حضرتك عندك امراض فيها علامات خطوره زي الضغط، زي السكر، زي امراض القلب، لو جالك بعض الاعراض اللي هي الم شديد منتشر في منتصف الصدر او في اعلى البطن، تقل شديد، احساس بنهجان، سحبه نفس، حاجه مش معتاده، ممكن الالم دوت يبقى في مكانه او يسلم في اسفل الرقبه او يسلم في الدراعات، لو سمحت بلاش تاخد الامور باستسهال وتقول ده بسبب الاكل. لا، بعد اذن حضرتك لازم تاخد الامور بجديه شديده وتتوجه لاقرب مستشفى. ويا ريت حضرتكم ما تقولش ده احنا بعيد، هنروح فين للدكتور دلوقتي في نص الليل؟ لو سمحت